تخيل كده تكتب جملة فتطلع لك لعبة كاملة قدامك، بس هل ده بداية التطور ولا نهاية الأمان؟ في أداة اسمها ران واي جديدة بتخليك تصمم لعبة كاملة باستخدام جملة واحدة بس، من غير كود ومن غير جرافيك. كل ده AI بيعمله. بس اللي محدش خد باله منه بقى إن اللعبة دي ممكن تكون بتجمع عنك انت بيانات من غير ما تحس. ومش بس كده، AI اللي بيصمم اللعبة ممكن يكون كمان بيكتشف فيها ثغرات وانت برضو مش حاسس. طيب ازاي حاجة زي كده اخد بالي منها، او ازاي أأمن نفسي في حاجة زي كده؟ طيب، بكل بساطة انت لما هتيجي وتنزل اللعبة هتروح رافعها تاني على شات جي بي تي، هتسأله وهتقول له هل الملف ده بيحتوي على اي فيروس او تروجن او باك دور. الثلاث حاجات دول اللي انا قلتهم من شوية هم اللي بيكونوا مسؤولين عن سرقة بياناتك، اللي هي صوتك، صورك، فيديوهاتك، حتى كمان حساباتك وايميلاتك. طيب، لما الاي اي يقول لك هتصرف ازاي؟ طب ما انا حملت اللعبه، يعني معنى كده يا سايبر مان ان انا اتهكرت؟ لا، مش معنى كده ان انت اتهكرت. المعنى ان انت ما تسطبش اللعبه، ما تشغلهاش وتخش تلعب عليها وبعد كده تتفاجئ. لا، انا زي ما قلت لك الخطوات دي بالظبط نفذها، هتلاقي الامور معاك سلسه وتمام. حتى كمان الانتي فيروس دلوقتي مش قادرين يكتشفوها. بس خلاص، لو عندكم اي تعليقات فياريت تكتبوها في الكومنتات وانا هرد عليها.